أنا نادية عاصم، أمينة مكتبة في مدرسة كبيرة وعريقة. بس مش مهم المدرسة دلوقتي، المهم المكتبة واللي بيحصل فيها. المكتبة موجودة في الدور الأرضي في آخر ممر طويل بعيدة عن كل حاجة تانية. قعدت سنين فاكرة إني لوحدي في المكان، لحد ما بدأت تحصل حاجات خلتني أشك في كل ركن حواليا. حاجات كانت كفاية إنها تقلب حياتي وتخليني أعرف سر المكتبة الحقيقي. الحكاية بدأت في يوم زي أي يوم. الساعة كانت جت 3 والمكتبة كان فيها عدد مش قليل من الطلبة، اللي قاعد بيذاكر واللي بيعمل بحث واللي جاي بس يهرب من دوشة الفسحة اللي بره. أنا كنت قاعدة على مكتبي براجع كشوف استعارة. المكتبة كانت هادية لحد ما بدأت أسمع دوشة جاية من ركن بعيد. الركن ده موجود ورا صفوف طويلة من الأرفف، يعني اللي قاعد مكاني ما يقدرش يشوف اللي بيحصل هناك غير لما يقوم ويمشي بطول المكتبة. الصوت كان صوت دوشة وجري وضحك عيال صغيرة، وصوت خبط كراسي في الأرض كأن حد بيزقها بعنف شوية. بس يا حبيبي انت وهو وطي صوتك، احنا في مكتبة. الصوت وقف لحظة واحدة بس، وبعدين رجع تاني يمكن أعلى شوية. صوت أطفال بيلعبوا بيتكلموا وصوت خبط كراسي. أنا اتضايقت. أنا قلت إيه؟ لو سمحتوا اهدوا، اللي هيعمل دوشة تاني هضطر أخرجه بره المكتبة. المرة دي سكتوا. رجعت أكمل شغلي وأنا بهز راسي بغيظ. عدى الوقت وجي ميعاد قفل المكتبة. وقفت وبدأت ألم حاجتي. يلا يا جماعة، قدامكم 10 دقايق بالظبط وهقفل، كل واحد يرجع الكتاب مكانه ويتفضل. الطلاب بدأوا يلموا كتبهم وشنطهم ويخرجوا واحد ورا التاني. في خلال 5 دقايق المكتبة فضيت تماماً من أي طالب. المكتبة هديت وأنا بصيت بصة أخيرة أتأكد إن مفيش حد موجود قبل ما طفي النور. وفجأة سمعت صوت أطفال، والدوشة جاية من الركن البعيد، ولا كأن حد سمعني لما قلت هقفل. سمعت صوت وشوشة وضحك مكتوم وصوت خربشة على الخشب. المرة دي أنا اتعصبت بجد. سبت المفاتيح على المكتب ومشيت بسرعة ناحية الركن ده. طول ما أنا ماشية الصوت كان لسه مستمر، كأنهم قاعدين بيلعبوا. قربت المكان الصوت وزعقت وأنا بلف وشي ليهم، هو أنا مش قلت؟ الكلمة وقفت في زوري. مفيش حد. الركن كان فاضي. بصيت تحت الترابيزة، بصيت ورا الستارة التقيلة، مفيش أي حد. الترابيزة الكبيرة كانت متبهدلة بشكل غريب، كراسيها مقلوبة، كأن اللي كانوا قاعدين قاموا وجريوا فجأة. الترابيزة نفسها كان عليها كمية كتب مرمية فوق بعضها وورقها متبعتر. وقفت مكاني لثواني بحاول استوعب. أنا كنت سامعة الصوت لحد ما وصلت لقبل الرف الأخير بخطوة واحدة. هما لحقوا يجروا إمتى ومنين؟ مفيش غير باب واحد للمكتبة، وهو اللي أنا كنت قاعدة قدامه، ومحدش عدى عليا. أكيد استخبوا ورا أي رف لما سمعوا صوتي وجريوا بره وأنا مش واخدة بالي. عيال أشقية. بدأت ألم الكتب المفتوحة ورصها على الترابيزة ورجع الكراسي مكانها، وقفلت النور وخرجت. بس وأنا ماشية حسيت إن في عيون بتراقبني. كل يوم بعد ما أقفل المكتبة والكل يمشي، الدوشة ترجع تاني من نفس الركن. نفس صوت ضحك الأطفال الصغيرين، الكلام وحركة خبط الكراسي. أروح هناك ألاقي المكان فاضي تماماً والترابيزة متبهدلة بشكل فوضوي. بدأت أهتم جداً بموضوع الخروج والدخول ده. بقيت ألف المكتبة كلها كل يوم، أفتش ورا كل رف وأتأكد إن كل الأبواب والشبابيك مقفولة. مفيش أي مكان ممكن الأطفال دول يخرجوا منه أو يدخلوا منه. وفي يوم كانت الكتب فوق بعضها، وأنا قضيت وقت طويل برص الكتب بنظام. كنت مشغولة باللي بعمله ومش مركزة، وفجأة لقيت كل الكتب اللي لسه كنت رصاهم واقعين على الأرض، وكأن في حد زقهم من على الرف. مين اللي عمل كده؟ أنا مش بهزر، اللي لسه موجود يمشي، المكتبة قفلت. إيه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
ده جنان، أنا بتجنن رسمي. لأني مهما دورت ما كانش في حد معايا في المكتبة، كنت لوحدي. في اليوم اللي بعده قررت إني مش هروح أزعق. قعدت على مكتبي بفكر هما بيخرجوا منين وإزاي بيختفوا فجأة، وقررت إني المرة دي همسكهم. وبعد ما المكتبة فضيت وهديت، الدوشة بتاعت كل يوم بدأت، بس المرة دي كان في حاجة مختلفة. في صوت شخبطة وتقطيع ورق. المرة دي مش هتهربوا. بدأت أمشي بالراحة عشان محدش يسمعني وكتمت نفسي. الصوت كان بيقرب وكنت متأكدة إني هلاقيهم خلاص، بس المكان كان هادي وفاضي تماماً. وعلى الترابيزة كان في كتاب محطوط لوحده في النص. كتاب شكله غريب وغلافه جلد لونه أسود قديم، مش كتاب عادي من كتب المدرسة. أطرافه متفحمة كأنها اتحرقت من زمان. أنا متأكدة إن الكتاب ده مش عندي في المكتبة. الكلام اللي جوه الكتاب كان مجرد شخبطة، كأن حد خد قلم وقعد يشخبط فيه بعنف. كأن اللي عمل كده عمله عشان محدش يعرف يقراه. وكان فيه صفحات كتير متقطعة، معرفتش أقرأ منه ولا حرف. ده مش شغل أطفال طبيعيين، في حاجة غلط. أخدت الكتاب ورحت بيه على مكتبي. قعدت حوالي ساعة بقلب في سجلات المكتبة. فضلت أقلب وأبحث باسم الكتاب لو ليه اسم واضح أو حتى أوصافه. مفيش أي سجل للكتاب ده في المكتبة. الكتاب ده جه منين؟ وإيه قصة الشخبطة دي؟ قررت إني أشيله وأشوف الموضوع ده بكرة الصبح إن شاء الله. فتحت درج المكتب، حطيته فيه وقفلته بالمفتاح. تاني يوم الصبح أول ما دخلت المكتبة طلعت المفتاح وفتحت الدرج. الدرج كان فاضي، الكتاب مش موجود. بقيت مش مستوعبة. أنا متأكدة إني حطيته هنا بالليل وقفلت عليه. مستحيل حد يكون فتحه غيري، المفتاح معايا. دورت في المكتب كله وتحتيه، دورت ورا الرفوف، يمكن يكون وقع وأنا ماشية. مفيش أي أثر للكتاب. قلت لنفسي إني أكيد حطيته في مكان تاني ونسيت. الساعة جت 3، الطلاب مشيوا، الدوشة بدأت تاني من الركن البعيد. كالعادة مفيش حد، الترابيزة متبهدلة والكراسي مقلوبة، بس على الترابيزة وسط الكتب المرمية كان الكتاب الأسود موجود، نفس الكتاب اللي اختفى من الدرج المقفول. شلته إيدي بتترعش وقررت أحطه في مكان يستحيل حد يوصله. حطيته في دولاب حديد قديم بنحط فيه الكتب القيمة. دولاب مقفول بقفلين والمفاتيح معايا أنا بس. فتحت الدولاب وحطيت الكتاب وقفلت القفلين، وفي نفس ميعاد كل يوم بعد ما كل الطلبة مشيوا، في نفس الركن اللي بيجي منه الدوشة، لقيت الكتاب مستنيني. بعد موضوع الكتاب اللي بيختفي ويظهر ده، اتأكدت إن اللي بيحصل مش طبيعي. قررت إني لازم أفهم وأعرف اللي بيحصل وأشوفهم بعيني. استنيت لحد ما سمعت صوت الدوشة المعتاد. قمت من مكاني بالراحة ومشيت في الممر الطويل، بس المرة دي ورا الرفوف، ناحية رف الكتب الأخير اللي بيفصل بيني وبين الترابيزة عشان ما يشوفونيش. هنا لاحظت حاجة غريبة جدا، حاجة خلتني أقف مكاني في نص الممر. كل ما كنت أقدم خطوة من الركن اللي جاي منه الصوت، كنت بحس إن الصوت نفسه بقى بعيد، كأنهم قاموا من مكانهم. ولما كنت برجع خطوة لورا كان بيبقى أقرب وأوضح. وقفت ورا صف الكتب اللي بيفصل بيني وبينهم. الصوت كان هادي جدا لدرجة إني ما كنتش متأكدة هو في الركن ولا في مكان تاني. حاولت أرجع خطوة لورا، الصوت قرب وبقى أوضح تاني. ده أكد لي إن في حاجة مش عايزاني أقرب أو أشوفهم. مديت إيدي بين كتابين وزقتهم بالراحة عشان أعمل لنفسي فتحة صغيرة أقدر أشوف منها اللي بيحصل على الترابيزة. بس اللي شفته كان مرعب أكتر من أي حاجة تخيلتها. كان في حوالي 3 أو 4 كتب مفتوحين وصفحاتهم بتتقلب بسرعة، زي ما يكون حد بيقلبها بغضب، بس مفيش أي إيدين ماسكاها. الكتب كانت مرفوعة عن الترابيزة بحاجة بسيطة، بتترفع وبتترزع تاني على الخشب، وبتتفتح وتتقفل بعنف. والكتاب الأسود
كان مفتوح ومحطوط في النص، وفجأة لقيت قلم محطوط على الترابيزة بيتحرك لوحده. القلم وقف وبدأ يشخبط بسرعة على صفحة الكتاب، بيعمل نفس خطوط الشخبطة اللي أنا شفتها. مفيش أي إيد ماسكة الكتاب ولا أي طفل قاعد على كرسي. شفت الصفحات بتتقطع وتتبعتر في الهواء، وشفت الكتب بتترزع، وشفت القلم بيشخبط لوحده، بس مفيش أي حد. كتمت نفسي عشان ما صرخش، ورجعت بظهري بالراحة عشان أيا كان اللي موجود ما يحسش بيا، وجريت برا المكتبة. قضيت الليل كله مش عارفة أنام، عمالة أفتكر اللي حصل، وفضلت يومين مش قادرة أروح الشغل. بقيت بتحجج بأي حاجة عشان ما أروحش، بس قررت إني لازم أرجع، لازم ألاقي تفسير للموضوع ده، أو على الأقل أعرف إذا كان حد قبلي حس بالحاجة دي ولا أنا اللي اتجننت. أول ما وصلت المدرسة ما روحتش للمكتبة، روحت لعم إبراهيم حارس المدرسة. عم إبراهيم راجل كبير في السن وشغال هنا بقاله أكتر من 25 سنة، وهو اللي يعرف كل صغيرة وكبيرة عن تاريخ المدرسة دي. صباح الخير يا عم إبراهيم، أنا عايزة أسألك على حاجة مهمة بخصوص المكتبة لو تسمح. المكتبة؟ مالها؟ انتي شفتي فيها حاجة غريبة؟ لا خالص، المكتبة زي الفل. أنا بس كنت براجع ملفات الموظفين القدام عشان بنعمل أرشيف جديد للوزارة. أنا شفت إن في أمينة مكتبة كانت شغالة هنا قبلي. عايزة أسأل، كانت مشيت ليه؟ يعني كان شغلها كويس؟ قصدك الأستاذة مديحة، كانت ست محترمة، بس الظروف بقى. أيوة، ظروف إيه بالظبط؟ كانت تعبت ولا اتنقلت؟ أصل الملف بتاعها مش واضح فيه غير إنها استقالت فجأة. بصي، أنا مش عايزة أتكلم في حاجة ما تخصنيش، دي أسرار ناس. أصل الأستاذة مديحة كانت بعافية شوية. كانت تعبانة يعني؟ عندها مرض؟ هي كانت تعبانة بس في دماغها كانت بتشوف حاجات غريبة وتتخيل حاجات. زي إيه يا عم إبراهيم؟ كانت بتقول إن بسم الله الرحمن الرحيم إن المكتبة دي مسكونة. بتقول إنها كانت بتسمع أصوات عيال وبتشوف حاجات بتتحرك لوحدها. المدير قال عليها مجنونة ومشاها. أنا لاحظت إن مديحة دي مش أول واحدة تسيب الشغل فجأة. في واحدة اسمها سعاد قبلها ب5 سنين كمان مشيت بسرعة. يا ترى إيه حكاية الناس اللي بتشتغل في المكتبة دي؟ بصراحة كده يا أبلة، المكتبة دي عليها كلام بقالها سنين طويلة، مش من يوم ولا 2. الحكايات دي موجودة من زمان قوي، من يجي أكتر من 50 سنة. الناس بتقول إن في حاجة، اللهم احفظنا، موجودة في المكتبة. هنا فهمت إن الموضوع مش وهم، أنا مش لوحدي، وإن في سر من زمان في المكتبة دي. بعد كلام عم إبراهيم اتأكدت إن الموضوع مش خيال ولا تهيؤات، وإن أكيد في حاجة حصلت زمان. حاولت أسأل أي حد تاني في الإدارة عن حكاية ال50 سنة دي، بس كلهم كانوا بيتهربوا ومحدش اداني إجابة واضحة. الخوف اللي كنت حساه اتحول لفضول وإصرار إني لازم أعرف الحقيقة. رجعت بيتي وبدأت أبحث في تاريخ المدرسة. دورت على الإنترنت يمكن ألاقي مقالات أو أخبار قديمة. قعدت أدور بالاسم القديم للمدرسة وتواريخ قديمة لحد ما وصلت لفترة السبعينات، وأخيراً لقيت خبر منشور في جورنال قديم كان بيتكلم عن حادثة حصلت في المدرسة سنة 75. الخبر كان قصير وقال إن الحادثة دي اتسببت في وفاة عدد من الطلاب، بس ما كانش فيه تفاصيل عن ظروف الحادثة بالظبط. بس أنا كنت حاسة إن اللي بشوفه مرتبط بالحادثة دي. رجعت المكتبة وأنا مصممة إني لازم أحل لغز الكتاب الأسود. مسكته وحاولت أقرأ اللي فيه. دققت النظر في الحروف اللي متشخبط عليها وشفت لو هعرف أقرأ أي حاجة. فجأة، مين هناك؟ بصيت على الكتاب وهو على الأرض، لقيت الغلاف الأسود اتقطع وفي صفحة واحدة متنية كانت مستخبية جوه التجليد. الصفحة دي كانت لونها أصفر قديم ومكتوبة بخط صغير
كأن اللي كاتبه طفل، والصفحة بتحكي قصة تقطع القلب. في أوائل السبعينات، عاملة نظافة في المدرسة بنتها وقعت من على السلم وماتت. الأم كانت متأكدة إن في حد زق بنتها، لكن محدش في المدرسة اهتم، محدش سمعها ولا صدقها. أصل مين يعني اللي هيهتم ببنت زيها؟ لما الأم بدأت تشتكي وتطالب إن حد يجيب حق بنتها، المدرسة طردتها. الأم اتجننت من الظلم والإهمال ده وقررت تنتقم. في ليلة كان حارس المدرسة أجازة. الأم دخلت المدرسة وولعت فيها النار عشان تحرقها وتحرق قلب صاحبها زي ما قلبها اتحرق على بنتها. لكن اللي ما كانتش تعرفه إن في طلاب كانوا مستخبيين في المكتبة. النار ولعت ومحدش عارف إنهم جوه، محدش لحقهم، ماتوا في المكتبة دي. فضلوا هناك بيظهروا كل يوم، يمكن عشان يفكروا الناس بيهم. قفلت الكتاب وحطيت الصفحة اللي بخط الطفل جواه تاني، مسحت دموعي وطلعت من المكتبة. بعد ما عرفت الحقيقة، الأيام اللي بعدها كنت في حالة مش طبيعية. ما بقتش عارفة بالظبط إيه اللي بيحصل لي والمفروض أعمل إيه. هل أطلب شيخ؟ أبلغ الإدارة بالقصة كاملة؟ بس لو بلغت هيعملوا فيا زي ما عملوا في مديحة وسعاد قبل كده وهطلع مجنونة، أو هيطردوني. أنا محتاجة الشغل ده وما أقدرش أسيبه. الطريقة الوحيدة عشان أكمل حياتي هي إني أتعايش مع السر المرعب ده. قررت هشتغل عادي وهعمل نفسي مش شايفة ومش سامعة أي حاجة بتحصل في المكتبة. اليوم عدى طبيعي زي أي يوم تاني. الساعة بقت 4 والطلاب مشيوا خلاص، ما فضلش غير الأصوات اللي جاية من الركن البعيد. وأنا ما بقتش حاسة بالرعب قد ما بقيت حاسة بالحزن. يلا يا جماعة، المكتبة قفلت، قلتها بصوت هادي وبصيت في السقف. مفيش رد، الدوشة استمرت عادي. قمت من مكاني بهدوء، رحت على الركن، شفت الترابيزة، الكتب متبهدلة، الكتاب الأسود مفتوح في النص. المرة دي ما بصيتش على القلم، ما بصيتش ورا الأرفف، ما حاولتش أركز على مصدر الصوت، وبدأت أجمع الكتب المفتوحة ورصها على الترابيزة. حطيت الكتاب الأسود على الرف مكانه زي ما يكون كتاب عادي جدا. أنا عارفة إن بكرة الصبح هيكون اختفى من الرف وهيظهر تاني على الترابيزة، بس ده بقى جزء من روتين اليوم. خلصت ترتيب الركن، مسحت الترابيزة وطفيت الأنوار، وفي الضلمة شفت حركة خفيفة جدا. كرسي واحد من الكراسي اللي لسه كنت مرجعاها تحت الترابيزة كان بيتحرك ببطء شديد، كأن حد بيسحبه، وكأنه بيديني إشارة إنهم لسه موجودين. مع السلامة يا ولاد. خرجت من المكتبة وقفلت الباب. أنا نادية عاصم، أمينة المكتبة اللي بتحاول تتعايش مع أشباح الأطفال اللي فيها، الوحيدة اللي بتسمعهم كل يوم بعد الساعة 3 وبترجع كل يوم عشان ترتب وراهم وتتجاهل وجودهم لحد اليوم اللي حد تاني هيجي فيه مكانها.